هلا وشلونكم حبايب قلبي، عساكم بخير. داتنا عراقي أو انتو شنو تسموه. تعالوا وياكم نسوي قبل الفطور بمكونات جدا سهلة وبسيطة، وما احكيلكم القرمشة تجنن. وهنا عندي للشيرة كوبين من الشكر، وبعدها هنا ضفت عليهم كوبين من المي، وبعدها هنا حبات من الهيل ورشة ليمون، اخلطهم كل زين. وبعدها اخليهم على النار. بعد ما يسخن القوام عندي ارفعه من النار. وهنا على الطاولة ضفت كوب من المي، وملعقتين زيت، وملعقتين عسل أو شيرة، شنو اللي انتم متوفر عندكم بكيفكم. وهنا ضفت اني ملعقتين من العسل، اخلطهم كل زين وراح اخليهم على النار. بعد ما يفور المي اشيلهم واخلي عليهم كوب من الطحين، وبعدها اخلطهم كل زين واعجنهم بهالشكل يكون عندي القوام يلزق بالايدين. هنا عندي هاي الفورمة راح استخدمها، واكياس الكيك. وبعدها هنا خليت الخليط بهذا الكيس مالت الكيك بجدر، خليت دهن يحمى وراح اشكلهم بهذا الشكل. وراح يكمل عندي اطيب داطلي. جربوه وراح تشوفون النتيجة رائعة. علينا وعليكم بألف عافية. لا تنسونا باللايك والاشتراك والكومنت الحلو. إن شاء الله انتظروني بوصفة جديدة.